الملحمة اللي سطرها الشعب المصري في التوكيلات اللي تمت بطريقة عشوائية، الناس بقت بتتحرك يمين وشمال في القرى والنجوع والصعيد وجه بحري في كل حتة. المصريين بيجمعوا توكيلات لسعد زغلول، المصريين بيقولوا لا ملحمة كبيرة، لكن الحقيقة لم تقنع هذه الملحمة الإنجليز وقرروا عدم سفر الوفد لإنجلترا. ولما ابتدى سعد زغلول ورفاقه يتحركوا عشان يروحوا مؤتمر الصلح في باريس اللي هتحضره كل الدول اللي كانت في الحرب العالمية الأولى المشتركة فيها، في الوقت ده الإنجليز لما كان في تحركات عشان يروحوا لندن قدروا يمنعوها، لكن ابتدوا يلمحوا تحركات إن الوفد يروح مؤتمر الصلح في فرنسا. هنا خدوا قرار مباشر بنفي سعد زغلول ورفاقه في مارس 1919 لجزيرة مالطا، ودي الحقيقة كانت أول حادثة من نوعها. من اليوم ده وشرارة الغضب الكبرى انطلقت في كل ربوع مصر، وأصبح سعد زغلول أيقونة كبيرة جدا. اتحركت التحركات في كل مكان، نادوا بالاستقلال، صمموا على أنه طلبات ثورة 19، صمموا على حق تقرير المصير، صمموا على الاستقلال التام أو الموت الزؤام، الشعار اللي اترفع من أول يوم. ومن هنا كان نقطة تحول كبيرة وبداية النجاح الحقيقي لثورة 1919 وكتابة سطر جديد في التاريخ المصري بيعبر عن كرامة وعزة المصريين.